السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وبالف خير وفي اتم الصحه والعافيه. امهات ولاد وبنات اللي كيتابعوني كيدعموني كيشجعوني كنبغي نرحب بالناس الجدد انضموا للقناه. كنقول لكم مرحبا الف مرحبا. يوم جديد واكيد فيديو جديد واقتراح جديد. الاقتراح ديال اليوم هو طرطه ديال الكريمه او حلوه لاكريم بطبقات كيك المقلاة. كتجي اكثر من رائعه، سهله بسيطه اقتصاديه، يمكن اي ست بيت توجدها تفرح بها العائله ديالها وليداتها. اعياد ميلاد، الحفلات كتجي راقيه لا في الشكل ولا في المذاق. فالمهم كيف العاده ما غاديش نطول عليكم، غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. فغنبدا باول حاجه، غادي نخدم معكم الكيك اللي غنحتاج لها واحد البول اولا اناء. غادي ندير فيه معلقه ديال الخل مع طريقه ديال الملحه. غادي ندير حبتين من البيض بحجم متوسط بحراره المطبخ. غندير شاصي ديال الفاني، وغادي ندير نصف كاس ديال السكر سنيده. غادي نخدم فقط بالطراب اليدوي، يمكن لكم تخدموا بالطراب الكهربائي. نخدم مزيان حتى وكان يندمجوا ليا البيض مع السنيده. وغادي نضيف نصف كاس من زيت نباتيه، دائما مقاس بقياس كاس العنبه. غادي نخدم مزيان مزيان، ما تفوتوش نص كاس. كيك اقتصادي جدا. هنايا كما كتشوفوا درت كاس ديال الماء من الصنبور. يمكن لكم تعوضوا باي بالحليب بالليمون، انا فقط خدمت كيك اقتصادي بزاف وكيجي رائع. درت لاغوم ديال السيترون، يمكن لكم ديروا ديال البرتقال اولا الكراميل فريز فرومبواز، كيبقى لكم الاختيار. كما يمكن لكم تكتفيو بلوغو ديال الفاني اللي درت في الاول. صافي هنايا غادي نديرو شي خمارات وزن 8 غرام. وغادي ندير دقيق فورس على حسب الخليط. صراحه ما عبرتوش، ولكن انا درت عليه الميزاني. فحال زلقتو في شويه ديال الدقيق غادي تضيفوا القليل من الماء. الا خدمتو بالحليب غديروا القليل من الحليب اولا البرتقال باش تخفوا داك الخليط. صافي غادي نخدم مزيان هاد الخليط وحتى وكان نتحصل على القوام المناسب، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف. وكما قلت لكم هاد الكيك اقتصادي بزاف بزاف. شوفوا ما فيش كثرة التمارة وما فيش المكونات بزاف، وكيجي واحد 6 طبقات اللي عاليين. كتجي كيكه ديالنا زوينه بزاف. هنايا جبت 6 دلايف. هاد الطريقه كتجيني ساهله وكيجيوني طبقات متساويين في السمك ديالهم. صافي هنا غادي نقسم هاد الخليط على 6 ديال الحصص وما كنطيبش مباشره. بكل صراحه كنخليه على الاقل واحد 4 دقائق، وكناخذ واحد المقلاة غير لاصقه ما كندهناش. كنخليها تدفى واحد شويه وكنسرح فيها الخليط. اون فوا كينشف على عافيه مهيله كنولي كنقلبو يطيب من الجهتين بجوج. كيكون طايب يعني كياخذ شويه هكا واحد التحميره. صافي كيكون هشيش ورطيطيب وزوين بزاف. يمكن لكم تحتفظوا بهاد القطع ديال الكيك في المجمد، تغلفوهم مزيان حتى وكان تبغيوهم. انا غادي نمونطيها وغادي نغلفها. هاد الكيكه تبارك الله ما شاء الله صبرت ليا مده شهر و3 ايام تقريبا في المجمد، ما كيوقع ليها والو. انا جبت سيركل باش نقطع دوك الحواف ما يابسينش، ولكن انا بغيت نقطعهم باش يجيوني الطبقات ديال الكيك يعني بنفس الحجم، يكونوا نفس المقاس. صافي غادي ندير هاد السيركل وغنبقى نضغط حتى وكان نحيد هذوك الحواف. صافي هنا غادي نجيب واحد الاطار والسيركل وغادي نمونطي. وديجا راني طلعت الكريمه هاد المره اول مره غادي نستخدم صراحه هاد النوعيه ديال الكريمه وصدقت زوينه. خديتها من بيم، تقريبا احتاجيت 400 مليلتر ديال الكريمه، حيت عندي 6 ديال الطبقات. صافي هنايا غادي نجيب واحد البلاستيكه هي اللي غادي ندير لتحت باش غادي نغلفها مزيان. وغادي نولي ندير على السلوفان حيت غنحتفظ بها كما قلت لكم في المجمد. درت اول طبقه، يمكن لكم تسقيوها، انا ما سقيتهاش. الا جاتكم الكيكه ديالكم شويه كتبان لكم ناشفه ديروا واحد السيرو غير ديال الفاني والماء والسكر اولا السكر والماء والحامض اولا البرتقال، كيبقى لكم الاختيار. غادي نبقى ندير الكيك. غادي ندير 2 معالق حتى 3 ديال لا كريم. غادي ندير الكيك غنبقى بنفس الطريقه عفوا حتى وكان نكمل جميع الطبقات. فكنعتذر على الصوت، انا عيانه شويه وكنعتذر على الضجيج. بكل صراحه تصوروا الفيديو راه تقريبا شي 12 مره وانا كنعاود ليه المونتاج، ولكن اضطريت انني نمونطيه لكم لان كاين ضجيج بزاف. ما بغيتش نغبر لكم وقلت نحط هاد الفيديوهات اللي صورت. غنستمر بنفس الكيفيه. وكما قلت لكم يمكن لكم تسقيو الكيك ديالكم. انا عندي خفيف وجاني هو هذاك، يعني ما يابسش وما فازكش بزاف. انا من داك النوع كنبغي الكيك يكون شويه فازك، ولكن هذا جا هو هذاك جا زوين بزاف. صافي غنستمر بنفس الكيفيه كما قلت لكم حتى وكنكمل الطبقات. فالمهم الفيديو شارح نفسه بنفسه. هنايا كما كتشوفوا معايا كنبقى نطلع داك الاطار حيت انا ما عنديش الكيك درتو عالي وما عنديش السيركل او الاطار عندي ما عنديش طالع بزاف. غنبقى ندير هاد الطريقه كتجي زوينه. كنبقى ندير الكريمه وندير طبقه ديال الكيك وكنبقى نضغط بحال هكا وكنطلعو. كتجي هاد الطريقه كتجي زوينه بزاف ومريحه في الخدمه. وكما كتشوفوا راني كنخدم غير بمعلقه.
هكا كندير 2 معالق تقريبا كبارين ديال الكريمه، وكنبقى بنفس الطريقه كنكمل. الا كانت الكريمه مسوسه كنضيفوا لها السكر. صافي هنايا الطبقه الاخيره غادي ندير لها حتى هي من الفوق القليل من الكريم، وغادي نليسيه مزيان، وغادي نحيد الاطار، وغادي نقاد الجوانب، وغادي ندخلها المجمد تقريبا. المهم على حساب، غير تشد في راسها هكا وتبان لكم الكريمه يبسات، غادي تشدوها وتلويو على ديك بلاستيكه وتغلفوها مزيان بالسلوفان. هاد المرحله ما وريتهاش ليكم صراحه حيت درتها بالليل والاضاءه قليله. شديتها وغلفتها مزيان مزيان بالسلوفان من الجوانب كلهم باش ما تشمش ليا الريحه بصفه نهائيه ديال المجمد. وإلا خفتوا ديروها في بواطه، ملي تغلفوها ديروها في بواطه. انا ما درتهاش في بواطه، فقط هكا ودخلت المجمد حتى وكان يبسات وغلفتها مزيان، وبقات ليا كما قلت لكم شهر و3 ايام ما كيوقع لها والو. يمكن لكم تخليوها حتى 6 شهور. ان فوا تبغيوها غتجبدوها غتزينوها وكتبقى زوينه. صافي هنايا غادي ندخل المجمد ونبغي نزين ان شاء الله نرجع معاكم. صافي هنايا بغيت نزينها، اكيد ما يمكنش لي نحتفظ بالكريمه طالعه. هنايا جبت شويه ديال الكريمه وقلبت. هادشي اللي كتشوفوا فيه غير شوكولا، خدمت واحد اللعيبات وقاست ليا هاد الطرطه هذه. قلبت الجهه اللي كانت لتحت درتها الفوق، واللي كانت الفوق درتها لتحت، وطلعت القليل من الكريمه تقريبا واحد 200 مليلتر غتكون كافيه ووافيه. وغادي نشيط لكم منها، غادي نشيط لكم منها بزاف. صافي من بعد ما طلعتها ما طلعتهاش بزاف، غادي ندير هكا ليسيا من الفوق ونقاد مزيان، ونعاود ندير الجناب نقادو مزيان مزيان بهذا الشكل. صافي وغادي خديت هنايا لوز ايفيلي، يمكن لكم ديروا كونكاسي عفوا، اولا لوز كونكاسي، يمكن لكم ديروا فيرميسيل. المهم التزيين كيبقى اختياري، انا فقط شاركت معكم الفكره لا غير. التزيين كيبقى بدعوا تفنوا كيما بغيتوا كل واحد. انا ما كانش عندي تزيين بكل صراحه، راس ماشي تزيين في بالي. انا حتى اخر لحظه قررت كنت غندير واحد الكلاصاج من الفوق ديال السيترون، كنت غندير واحد اللعيبات. في اخر لحظه قلت ها ندير هذا التزيين اللي ساهل وبسيط وكيجي زوين. حمرت اللوز ايفيلي ودرتهم الجوانب. صافي وهنا درت الكريمه اللي بقات درتها في بوش، وبقيت كندير هكا شكل وريضات. بقيت غاديه من الجوانب كلهم والوسط كلها عمرتها غير بهذا الشكل. وصافي وزينتها بانصاف ديال الفريز اللي ضروري دهنهم بالناباج باش ما يتغيرش اللون ديالهم. المهم الزين كما قلت لكم اختياري، انا فقط شاركت معكم الفكره لا غير. يمكن لكم ديروا بيبي شوكولا في الجون كما قلت لكم، يمكن لكم تخليوها هكاك، يمكن لكم ديروا شي كلاصاج من الفوق ديال الفريز اولا ديال السيترون اولا ديال الشوكولا، كيبقى لكم الاختيار. المهم نتوما زينوا بدعوا تفنوا كما بغيتوا. انا تزيين ساهل بسيط اقتصادي. صافي درت هذاك الموتيف ديال لانيف كيجي هذا هو الشكل ديالها. وكنت كنتمنى كون قطعتها، مني قطعتها نصور لكم الداخل كيجيو طبقات رائعه ومتساويه، كيجيو نفس المقاس. كنتمنى الاقتراح ديالي اليوم ينال اعجابكم. استودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تخليو واحد لايك وبارطاجيو الفيديوهات ديالي باش من الفائده.